السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام. هنعمل مع بعض النهاردة صينية بطاطس بالسجق. كلكم عارفين ان السجق كله دهون، فانا دلوقتي مش هحط له مادة دهنية ان انا اشوحه فيها ولا حاجة، لازم انزل الدهون اللي هي بتبقى جواه. وهبدأ ان انا اجيب طاسة سخنة كده، تكون سخنة قوي على نار عالية، وهبدأ انزل بالسجق واشوح فيه من كل الجوانب. اشوح فيه تشويحة كاملة لحد ما ينزل الدهون اللي جواه، وعشان ابدأ اتخلص منها. الدهون دي طبعا انا مش هشتغل بيها، مش هحطها مش هخليها تبقى معايا في الاكل، لا لازم اتخلص منها لانها بتبقى دهون عالية جدا. بدأت كده شوحته وخلصته، نزلت عليه بمية اسيبه يغلي فيها ويستوي كده، يعني مش يستوي، يغلي كده ياخد غلوة. وابدأ ان انا اخد المية دي واصفيها. لازم نصفي المية بتاعته ديت. انا بحطه كده ليه في مية؟ لان لازم اديله غلوة كده عشان يصفي كل الدهون اللي جواه، انا مش عايزاها خالص، هكتفي بالدهون اللي انا هحطها ديت، اللي هي سواء سمنة او زيت او زبدة. فسيبه يغلي كده على النار. معايا الصينية اللي انا هشتغل فيها، دي الصينية اللي انا هشتغل فيها وادخلها الفرن. هبدأ كده احط شوية من الزيت، والبصل بتاعي انا متبلاه، حطله طبعا ملح، وحطله كمون وفلفل، ودعكاه شويه كده بايديا مخليه يدبل علشان يبقى حلو معايا كده في الاكل وطري. طبعا قاعده اشوح فيه كده لحد ما يدبل شويه، مش هحمره، انا هخليه يدبل. وبعد كده هنزل بالبطاطس، هشوح فيها برضو مع البصل وتاخد من طعم البصل كده. البطاطس طبعا مقطعاها حلقات كلها سمك واحد، والسمك بتاعها ما يكونش رفيع ولا يكون سميك، علشان تستوي معايا وتبقى حلوة كده في الطاجن، تاخدش يعني سوا كتير. هنزل بكل الكمية اللي معايا وهبدأ اشوح فيها، اشوح فيها كده بالشكل ده. صينية البطاطس بالسجق من الاكلات الجميلة جدا يا جماعة، حلوة قوي. حطيت كده ورقتين من اللورة واقلب فيهم، تديله ريحة حلوة قوي. وهبدأ كمان احط 2 كده من الحبهان او 3، يعني كل لا، اي توابل ممكن تحطيها عليها اللي انت بتحبيها. شايفين السجق نزل دهون قد ايه؟ عشان كده انا حطيته في مية ياخد كده غلوة بسيطة. وهبدأ اصفي السجق طبعا وهسيبه على جنب. حطيت كده الحبهان ونزلت على البطاطس بفلفل الوان، وهبدأ اشوح، ومعايا قرنين من الشطة بتديها برضو نكهة حلوة قوي، بتديها طعم حلو. ونزلت طبعا وشوحت كده الخضار اللي معايا، ونزلت بطماطم كده شرايح. معايا طماطمتين 3 اللي انا قطعتهم ونزلت بيهم كده، وهشوح كل الخضار مع بعض. وهنزل برضو بمعلقة من الكمون، انا ما اكتفيتش بالتوابل اللي انا حطيتها في البصلة، لا هنزل بالتوابل برضو، كمون فلفل اللي انتي حابة تحطيه يعني. ونزلت بملح كده عشان احيق الصينية بتاعتي، وفلفل تاني يعني زودت شوية. وابدا اقلب كل الخضار ولحد ما احس ان الخضار بتاعي دبل، والبطاطس كده تدوسي عليها تلاقيها طريه شويه. يعني بتبقى حلوه لما انت تيجي تدخليها الفرن، ما بتاخدش سوا كتير، وبتحسي انك بتاكلي كده بطاطس دايبه. هنزل كده بشويه من عصير الطماطم، واقلب كل المكونات دي في بعضها. نزلت طبعا كده بالسجق من فوق الوش. الصينية كانت طالعة زي ما اكون كده متحمرة مشوية، يعني السجق كده شكله كان حلو عليها. او صينية انا مش عاملاها بصوص كتير، عاملاها الصوص بسيط، وعايزاها تبقى ناشفة، مش عايزاها يبقى فيها صوص كتير قوي. وسويت السجق كده اللي معايا، الكمية اللي معايا كلها، وهغلفها طبعا بالفويل بتاعي، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. وبعد ما تطلع من الفرن هنشوفها مع بعض. الصينية طلعت اهي من الفرن، شايفين الشكل النهائي؟
السجق زي ما يكون مشوي الصينية كده، الصوص بتاعها بسيط وناشف. يعني انا مش عاملة الصينية ديت انها بصوص كده اغمس، لا الصوص بتاعها ناشف عشان كنت عاملة جنبها رز ابيض وهتتاكل بالرز. شايفين الشكل النهائي؟ اتمنى تجربوها.